السلام عليكم إخوان والأخوات، معكم مهدو إلكترونيت. دائما العمل ديالنا مستمر حول التابلور ولا الإكسيل في الشك ديال لي فونكسيون، يعني الخاصيات ديال لي فونكسيون، كيفاش نخدمو لي فونكسيون في الإكسيل ولا في التابلور. إذا نبداو على بركة الله بلا ما نطول عليكم. نحلو الإكسيل ديالنا، هاد لافي اللي ديجا أنا مصاوبها، اللي فيها لي ماتيير و لي زيليف، يعني لي ماتيير وكل إليف شحال جاب في كل ماتيير. دونك لا فونكسيون اللي خدمنا عليها سابقا هي توتال، يعني لا سوم. دابا نشوفو الفونكسيون الجديدة هي لا موين. دونك كيما قلت لكم، أي فونكسيون باش كنبدا نكتبها كندير إيكال، كندير تساوي، كندير الرمز ديال تساوي. من بعد كندير لو نون د فونكسيون، السمية د فونكسيون اللي سميتها موين. من بعد كنبدا في لي بارامتر. دونك عندنا هنا نومبر 1 نومبر 2. كيف ما عرفنا لا موين باش نحسبو لا موين ولا لا نوت ديال واحد الإليف، كنشدو داك التوتال ديال لي ماتير اللي جاب كنقسمو على العدد ديال لي ماتير. دونك توتال حنا ديجا حاسبينه، عندنا في جي 4، لا سيلول جي 4 غنكتبها جي 4 ديفيزي مقسومة على لو نومبر ديال لي ماتير. لو نومبر ديال لي ماتير شحال عندنا هنا؟ 1 2 3 4 5. دونك ديفيزي سور 5 ونفيرمي لا بارونتيز. كليكي في اونتري، دونك هو عطانا لا موين ديال هاد ليليف احمد اللي هي 14. الطريقه اللي بقات لينا كيفاش نابليكي هاد لا نوت على كاع لي سيلول ولا كاع لي زيليف اللي عندنا بطريقه بسيطه. طبعا كما قلت لكم كنجي للاخر ديال لا سيلول لهاد الزائد هادي وكنكليكي دو فوا لا سوري، واللي كتعطيني لا موين ديال كل واحد. وهذا الشيء اللي كاين. ونتلاقاو في الفيديو الجاي بخاصيه ولا فونكسيون جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.